في موجة جديدة دلوقتي على يوتيوب، قنوات بتظهر في كل حتة، والمفاجأة إنها بتتعمل من غير ما حد يظهر بوشه ولا بيستخدموا كاميرا، وحتى الصوت مش حقيقي. إزاي؟ السر كله في الذكاء الاصطناعي. اسمعوا الجملة دي كويس. الفيديو اللي بنشوفه دلوقتي ده ما فيهوش صوتي الحقيقي ولا وشي باين ولا حتى فيه كاميرا، بس مع ذلك شغال، والأهم بيكسب فلوس. الجملة دي حرفياً بتلخص كل حاجة، والنهاردة هنعرف إزاي ده بيحصل بالظبط. طيب إزاي ده ممكن أصلاً؟ يعني أي حد فكر يعمل قناة يوتيوب عارف كويس قوي العقبات اللي بتقابله. الخوف من الكاميرا ده لوحده قصة. طب والمعدات الغالية؟ طب والوقت اللي بيروح في التصوير والمونتاج؟ دي كلها حواجز حقيقية بتوقف ناس كتير. والمشكلة دي اسمها مشكلة صانع المحتوى الخفي أو اللي مش عايز يظهر، والنهاردة الحل جاي من الذكاء الاصطناعي. يعني خلينا نفصصها كده. أول حاجة الخوف من الكاميرا، بعدين تكلفة المعدات اللي مش عند أي حد، دي الوقت طبعا، مين عنده وقت يصور ويعمل مونتاج بالساعات؟ ده غير الحيرة بتاعت طب إيه المحتوى اللي هينجح أصلا؟ وكل ده بيوصلنا لحاجة اسمها الإرهاق السريع، اللي هو خلاص الواحد بيجيب آخره. كل دي مشاكل، بس الطريقة الجديدة دي بتتخطاها كلها. ليه؟ لأنها مش قايمة على شخصية صانع المحتوى، لأ، دي قايمة على البيانات. طيب إيه بقى السلاح السري اللي ورا القصة دي كلها؟ تعالوا نكشف عن الأداة اللي بتغير اللعبة. الأداة دي من جوجل واسمها نوت بوك LM. ببساطة كده دي مساعد بحث ذكي ومجاني، بتديله أي مصادر عندك، ممكن مقالات، ملفات PDF، والأهم من كل ده فيديوهات يوتيوب، وهو يحللها ويطلع منها محتوى جديد خالص، من أول السكريبتات لحد فيديوهات كاملة. أغلب الناس لسه ما تعرفش الأداة دي، بس الحقيقة إنها عبارة عن مصنع محتوى متكامل، مصنع متخصص في استنساخ النجاح. طيب جميل، إزاي بقى نستخدمها عشان نجمع البيانات؟ الطريقة سهلة جدا، 3 خطوات بس. أول حاجة بنختار قناة ناجحة جدا في المجال اللي بنستهدفه. تاني حاجة بنستخدم أداة مجانية بسيطة زي إضافة للمتصفح اسمها جرابت مثلا، عشان ناخد بيها لينكات أكتر 10 أو 15 فيديو نجحوا على القناة دي. تالت خطوة بناخد اللينكات دي كلها ونرميها في نوت بوك LM ونقول له دي المصادر بتاعتك. الفكرة هنا عبقرية، بدل ما نقعد نخمن ونقول يا ترى إيه اللي ممكن ينجح، لا، إحنا بنبدأ بوصفة نجاح جاهزة ومجربة. أول ما الذكاء الاصطناعي بياخد البيانات دي بيبدأ يشتغل بنظام من 3 مراحل. نظام عامل زي خط إنتاج في مصنع، بيحول البيانات دي لمنتج نهائي. النظام ده هو قلب العملية كلها. المرحلة الأولى البحث، هنا الذكاء الاصطناعي بيفك شفرة المحتوى الناجح. المرحلة التانية التوليف، هنا بيبدأ يخلق أفكار وسكريبتات جديدة بس بناء على الشفرة اللي فكها. والمرحلة الثالثة والأخيرة التنفيذ، وهي مرحلة تحويل الأفكار دي لفيديو جاهز للنشر، يعني عملية مضمونة لإنتاج محتوى متصمم أصلاً عشان ينجح. خلينا نقف شوية عند مرحلة البحث دي، لأنها أهم خطوة. الأداة هنا مش مجرد بتتفرج على الفيديوهات وخلاص، لا، دي بتحلل نصوص الفيديوهات كلمة كلمة، بتطلع إيه هي أنماط المقدمات اللي بتخطف الانتباه، شكل الإسكريبت عامل إزاي، إيه هي الجمل اللي بتتقال عشان تخلي الناس تاخد أكشن معين، بتفهم نبرة الصوت المستخدمة والمواضيع الأساسية اللي القناة بتركز عليها. يعني من الآخر كده الذكاء الاصطناعي بيفهم سيكولوجية نجاح الفيديوهات دي. بعد ما التحليل ده بيخلص الباقي بيبقى سهل جدا. في مرحلة التوليف كل اللي بنعمله إننا بنطلب منه اديني أفكار فيديوهات جديدة بس على نفس نمط النجاح اللي انت حللته. وبعدها في مرحلة التنفيذ بنختار فكرة واحدة منهم وبنستخدم خاصية اسمها Cinematic Video Overview، وبس كده الأداة بتطلع فيديو كامل بالسكريبت بالصور بالصوت جاهز على النشر مباشرة. طيب كل الكلام ده حلو قوي، بس نيجي للسؤال المهم، الفلوس. إزاي النظام ده بيجيب فلوس؟ وهنا بقى النقطة الجوهرية اللي ناس كتير مش عارفاها. مش لازم نستنى لحد ما يوتيوب يفعل الربح على القناة، لا، ممكن نبني مصادر دخل من بدري جدا. وده عكس الكلام اللي كلنا بنسمعه، إن الواحد لازم يكون عنده آلاف المشتركين عشان يبدأ يكسب. طب إزاي؟ بصوا كده، في طرق كتير جدا. تسويق بالعمولة، يعني ترشح منتجات وتاخد نسبة. ممكن تبيع منتجات رقمية زي كتيبات أو أدلة بسيطة. ممكن تعمل كورسات أونلاين. ممكن نفس المحتوى ده تاخده وتنشره كمقالات على مواقع زي ميديوم، أو حتى تعمل نشرة بريدية وتجيب فيها إعلانات. كل فيديو بنعمله بيبقى عامل زي أصل أو أسيت، بيجيب ناس، والناس دي بتتوجه لمصادر الدخل المختلفة دي، فبتخلق حاجة اسمها عجلة الدخل السلبي اللي بتفضل شغالة. والأحلى من كل ده إن النظام ده مش بس للمحتوى الإنجليزي، لا، ده بيشتغل على مستوى عالمي.
يعني كل النظام ده ممكن يتطبق بلغات تانية كتير جدا، وطبعا من ضمنها اللغة العربية. الذكاء الاصطناعي بقى شاطر لدرجة إنه ممكن يحلل مصادر بلغة ويطلع لك محتوى بلغة تانية خالص. ولما نيجي نتكلم بقى عن المحتوى العربي بالذات، ظهرت أدوات مذهلة فعلا، زي منصة اسمها لهجتي.ai. دي منصة بتستخدم الذكاء الاصطناعي عشان تعمل تعليق صوتي واقعي جدا لدرجة صعب تفرقه عن الصوت البشري، وبمختلف اللهجات العربية. شوفوا الرقم ده، أكتر من 192 لهجة عربية. متخيلين؟ يعني مش بس عربي فصحى، لا ده في اللهجة المصرية بكل تفاصيلها، السعودية بحجازيها ونجديها، المغربية، التونسية، كل اللهجات. وده بيخلي المحتوى موجه للجمهور المحلي بالظبط، وكأنه واحد منهم اللي بيتكلم. اللي بنشوفه ده مش مجرد أداة جديدة، ده مستقبل صناعة المحتوى وهو بيتغير قدام عينينا. يعني لو قارنا بين الطريقة القديمة والجديدة، الفرق واضح جدا. الطريقة القديمة كانت بتاخد وقت ومجهود كبير وفيها نسبة تخمين عالية، لكن الطريقة الجديدة طريقة الذكاء الاصطناعي أسرع بكتير وأذكى وقايمة على بيانات حقيقية. يعني بدل ما كنا بنعمل فيديو كل فين وفين، ممكن نعمل محتوى كل يوم. وبدل ما الواحد كان بيتحرق بسرعة، بقى عندنا نظام نقدر نكرره ونكبره. ببساطة اتحولنا من التخمين للشغل المبني على بيانات. وهنا نوصل للسؤال الأهم، لو الذكاء الاصطناعي هو اللي بيبني المصنع وبينتج المحتوى، يا ترى إيه هيكون دور صانع المحتوى نفسه؟ إيه هي وظيفته الجديدة؟ ده سؤال بيخلينا نفكر في مستقبل الإبداع البشري كله في عالم كل حاجة فيه بتتجه للأتمتة.